السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سنتحدث عن أحدث التصنيفات العالمية لكرة القدم، حيث شهدت الساحة الكروية العربية والأسيوية تطورا كبيرا هذا الموسم. سنتناول معكم إنجازات الهلال والنصر السعوديين اللذين حققا مكانة متميزة في تصنيف أفضل 100 نادي في العالم، بالإضافة إلى تصنيف الأهلي المصري على الصعيد الإفريقي. في هذا الفيديو سنقدم لكم كل التفاصيل حول ترتيب هذه الأندية وأبرز الأرقام التي حققتها. ومن هو النادي الذي يتصدر التصنيف العالمي؟ تابعوا الفيديو حتى النهاية لتعرفوا الإجابة. نبدأ حديثنا اليوم مع عملاق الكرة السعودية والأسيوية نادي الهلال السعودي. هذا النادي استطاع أن يحجز لنفسه مكانة متميزة في المركز 34 عالميا. ليس هذا فقط، بل هو النادي العربي والأسيوي الأول بفارق كبير عن أقرب منافسيه. فوفقا لتصنيف شبكة أوبتا الشهيرة للإحصائيات، تم تقدير قوة الهلال الفنية داخل الملعب بنسبة 88.1 من 100، وهذا الأداء القوي مفاجئا، خاصة تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم خورخي خيسوس، الذي يواصل قيادة الفريق لتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات. الهلال هذا الموسم يبدو أنه لن يرضى بأقل من الهيمنة على البطولات محليا وقاريا. والآن دعونا ننتقل إلى الغريم التقليدي للهلال، نادي النصر السعودي بقيادة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو. يحتل نادي النصر المركز الثاني عربيا وأسيويا، ويأتي في الترتيب 92 عالميا بقوة تبلغ 83.6%. النصر السعودي يواصل تقديم أداء رائع هذا الموسم مع وجود رونالدو في خط الهجوم. الفريق يتمتع بخبرة كبيرة وقوة هجومية مدمرة. يبدو أن النصر يتجه نحو تحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى المحلي والقاري، وربما على المستوى العالمي أيضا. ومن المثير أن نرى كيف سيتطور هذا الفريق مع الوقت. ننتقل بكم الآن إلى إفريقيا، وبالتحديد إلى النادي الأهلي المصري الذي يعتبر أحد أعظم الأندية في تاريخ القارة الإفريقية. الأهلي يحتل المرتبة الثالث عربيا والأول على مستوى إفريقيا، ويأتي في الترتيب 108 عالميا بقوة بلغت 82.9%. الأهلي يواصل تحقيق النجاحات ويثبت دائما أنه الرقم الصعب في القارة السمراء. ومع سلسلة طويلة من البطولات المحلية والقارية، الأهلي لا يتوقف عن تحقيق الإنجازات، وبالتأكيد أنصاره يتوقعون المزيد من التتويجات في السنوات المقبلة. والآن دعونا نتحدث عن الأندية التي تتصدر التصنيف العالمي. فوفقا لشبكة أوبتا، فإن مانشستر سيتي الإنجليزي يتربع على عرش التصنيف بقوة 100%، وهذا ليس مفاجئا بعد الأداء المذهل الذي قدمه الفريق في السنوات الأخيرة تحت قيادة المدرب العبقري بيب غوارديولا. وفي المركز الثاني يأتي ريال مدريد الإسباني بنسبة 97.2%، النادي الملكي الذي يمتلك تاريخا عريقا في كرة القدم. أما المركز الثالث فهو من نصيب أرسنال الإنجليزي بنسبة 96.9%، يليه إنتر ميلان الإيطالي بنسبة 94.4% في المركز الرابع. وفي المركز الخامس يأتي ليفربول الإنجليزي بنسبة 95.9%. هذه الأندية تتنافس بشراسة على الألقاب، ويبدو أن المنافسة ستشتعل في البطولات الأوروبية المقبلة. وإليكم نظرة سريعة على جدول تصنيف أندية كرة القدم العالمية لعام 2024-2025 وفقا لشبكة أوبتا.
نلاحظ أن الأندية السعودية مثل الهلال والنصر قد حققت قفزة كبيرة في التصنيف، وهو ما يضع الكرة السعودية في دائرة الضوء عالميا، كما أن الأهلي المصري يثبت مكانته كأحد أقوى الأندية الإفريقية. كانت هذه جولتنا حول أحدث تصنيف الأندية العالمية والعربية. لا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقاتكم حول آرائكم في تصنيف الأندية، وما إذا كنتم تتوقعون أن يصعد الهلال أو النصر إلى مراتب أعلى في المستقبل القريب. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى تكونوا على اطلاع دائم بكل جديد في عالم كرة القدم. شكرا لكم على المشاهدة، ونراكم في الفيديو القادم إن شاء الله.